سامعين صوت القرمشة اللي في اول الفيديو ده بقى قرنبيط كده مقرمش ولذيذ ومش شارب زيت ومعمول بطريقة وخلطة اقتصادية جدا، مش هتكلفنا كتير، في نفس الوقت طالع كده كريسبي قوي وزي ما انتوا شايفين كده بيقرمش. تعالوا بقى نشوف الطريقة على طول ويلا نبدأ بسم الله. واول حاجة عملتها جبت القرنبيطة وبدأت ان انا اقطعها بالشكل ده زهرات القرنبيط، وهبدأ اغسلهم كويس جدا جدا تحت مية كتير قوي. وخلي بالكوا الزرع اليومين دول بيبقى فيه كده حشرات بتاعة الزرع، فلازم نغسلها كويس جدا نتأكد ان هي ما فيهاش اي حاجة خالص. تعالوا بقى نسلقها. حلة على النار تكون كبيرة شوية، فيها مية هحط فيها معلقة ملح، معلقة كمون، كوباية لبن، وده بيزود القيمة الغذائية للقرنبيط، تقدروا تستغنوا عنها لو مش حابين اللبن معاه. هو مش بيدي اي ريحة ولا اي طعم، لكن بيزود قيمته الغذائية. ونبدأ بقى نسلقه بالشكل ده، ياخد حوالي 6-7 دقايق. ونبدأ بقى نشوفه كده استوى ولا لأ. بندوس على الجزء اللي فوق الزهرة على طول، لو طري معانا يبقى هو كده استوى. وما نغيبهوش قوي في السليق علشان ما يتهريش معانا في الزيت، هو كده كده بيكمل سواه في الزيت. بنطلعه بقى على طول في مصفى يبرد. بعد كده هنجيب الهون بتاعنا ونحط كده 4-5 فصوص توم مع شوية خضرة مشكلين، بقدونس على كزبرة على شبت، وندقهم بالثوم بالشكل ده. وافضل ان انتوا تستخدموا الهون افضل من الكبة، هيخلي طعمه كده حلو والحاجة هتبقى مجروشة مش ناعمة قوي بالشكل ده. وتعالوا بقى نجهز الخلطة بتاعتنا. طبقين فيهم دقيق، واحد هنعمل فيه الخلطة والتاني هنجهز فيه الكفر. الطبق الكبير اللي هنجهز فيه الخلطة هنحط فيه معالق كبيرة من البهارات اللي هقولكوا عليها دلوقتي، والطبق التاني اللي هنغلف بيه القرنبيطة بعد ما نطلعها من الخلطة هتبقى معالق صغيرة، بس نفس البهارات اللي هنحطها هنا هي البهارات اللي هنحطها هنا. النشا هي اللي متساوية والدي كمان متساوي. هنحط بقى معلقتين نشا كبار في كل طبق، والملح معلقة كبيرة في الطبق ده ومعلقة صغيرة في الطبق ده زي ما انتوا عارفين كده، هنا معلقة كبيرة وهنا معلقة صغيرة. فلفل اسود، كزبرة، كمون، شوية بابريكا، وكمان كركم. الكركم هيدي لون حلو، ولو عايزينه سبايسي ممكن تضيفوا كمان شوية شطة. ونيجي بقى للثوم وشوية الخضرة اللي احنا دقيناهم بالهون، هنضيفهم في الطبق بتاع الخلطة، ونحط كمان عليه مية ونفضل نقلب فيه. تقدروا تعملوا الخلطة دي بلبن لو عايزين تزودوا قيمته الغذائية اكتر، او تعملوا مثلا بعصير طماطم، لكن احنا عايزين النهاردة اقتصادي قوي من غير بيض ومن غير لبن، فاحنا هنعمله بالمية. نفضل نقلب كده لحد ما نوصل للقوام المناسب، يعني نزود مية كل ما نحتاج بالشكل ده كده. والطبق التاني اللي هو الكفر هنقلب كده الحاجات اللي احنا حطيناها. نسيت اقولك كمان ان احنا بنزود معلقة بيكنج باودر عشان يديله نفشة حلوة كده. نجيب بقى الزيت، زيت غزير كده، ونحط فيه معلقة نشا. والتركة دي حلوة قوي انها بتحافظ على الزيت ان هو يفضل نضيف لاخر وقت، يعني مش هنحتاج نغير الزيت في النص ولا هيغمق معانا ولا اي حاجة خالص. التركة دي حلوة قوي لو بتعملوا اي مقليات، هتحافظ على الزيت يكون فاتح لحد اخر قطعة. نجيب بقى القرنبيطايه نحطها في الخلطة بالشكل ده، نغرقها كده في الخلطة، ونحطها بقى بعد كده في الطبق بتاع الكفر ونغلفها بقى بالشكل ده. نفضل كده كأننا بنعمل فراخ كنتاكي بالظبط، نفضل نقلبها كويس جدا في قلب الكفر وننفضها من اي دقيق زيادة وعلى الزيت سخن بالشكل ده. وما نزودش قوي في الطاسة او الحلة اللي احنا بنقلي فيها علشان القرنبيط كده ياخد راحته ويقرمش معانا. تعالوا بقى كده شوفوا اللون معايا، وتعالوا نطلعه كده قرمشة فظيعة، واخد لون حلو قوي. وكمان معلقه النشا اللي احنا حطيناها في الزيت دي زي ما قلت لكم هتحافظ على لون القرنبيط، والزيت مش هيتوسخ معانا خالص او مش هيغمق. يعني انا هنا كنت بحاول اقول لكم يعني ان هو مقرمش، شايفين ازاي، وكنت بمشي الشوكه عليه عشان اوريكم ان هو ناشف. هطلعه بقى على مصفى، ودي برضو حاجه مهمه جدا، مصفى او شبكه. المهم ان احنا ما نطلعوش ولا على ورق زبده ولا مناديل، ونخليه يصفي اي زيت فيه. هنا شايفين خلصت بقيه الكميه كلها واخده لون واحد ازاي، ومستويه حلو جدا ومقرمشه جدا زي ما قلت لكم. شايفين السوا بتاعه مظبوط ومتبل حلو جدا، وكله واخد لون واحد زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى كده نرصه على صينيه ونحط كده شويه خضره
وبس كده، وبألف هنا وشفا. وبس كده أكون خلصت أحلى قرنبيط مقرمش ولذيذ بطريقة اقتصادية ومش مكلفة.